اللعيبه عندنا خدت راحه. طب الجمهور يعمل ايه؟ احنا قاعدين كل يوم نخش نشوف اشرف داري خلص ولا ما خلصش، محمد بن رمضان هيجي ولا مش هيجي، يا احمد القندوسي امتى هيمشي، بيرسي تاو ظروفه. فقاعدين على اعصابنا. وبعدين الاحداث كانت الموسم متسارعه، انت بتاخد بطوله افريقيا كل شويه اقفل الزاويه يا شناوي، العب راجل زي اكرم توفيق، حلق يا ربيعه، نزل ايدك يا ربيعه اجري ورا المدافع، شوط بوش رجلك الكهرباء. فقاعدين على اعصابنا. وبعدين انت النهارده بترتب البيت، عملت اعتذار الكابتن محسن صالح، وبعدين جبت الكابتن مختار وجبت معاه محمد بن رمضان، والبيت بيترتب، والكابتن محمود الخطيب مش ساكت. لكن عندك حته مشكله الصفقات اللي هي الجمهور عايز يرتاح، عايز تخش السوبر، قاعد مزاجك رايق، وتاخد بقى يعني تفكر كده هتلعب مين في نص الملعب وتروح للزمالك، قاعد كده بتنغنش له وعايز تمسكه تعبطه، وبتفكر ازاي هتمرمط بيه الارض. وبعدين لسه ما خلصناش الصفقات ديت. وبعدين لو الصفقات دي جت قاعد بتقول السكواد هيعلى، وبص هتمسك فرق الدوري تمرمط فيها، وفرق افريقيا هتنيمها من المغرب. فانت خلاص احلام بتتبني وحاجات بتخلص كده. فربنا يكرمنا ان شاء الله، وتفائلوا بالخير تجدوه. وان شاء الله باذن الله الاهلي هيخش الموسم ده يمرمط في فرق الارض ان شاء الله. نخلص محمد بن رمضان ان شاء الله، تجيب اشرف داري وهو الاقرب باذن الله. فكلها حاجات هتفيدنا على الموسم الطويل المتعب السنه الجايه. وتقدر تقول احنا مريحين دلوقتي، وفرق الدوري بتلعب في الكاس بتلهوا فيه، فحاجه كويسه ان شاء الله. ربنا يكرمنا كده ونكسب بطوله الدوري ونكسب افريقيا ونكسب السوبر مع الزمالك. واتعبط، كان بهرب، كان بخلع الموسم اللي فات. فالسنه دي مفيش، تلعب في السعوديه هتتعبط هناك، هتتمد على رجليك. فان شاء الله ربنا يكرمنا كده ويبقى موسم افتتاحته حلوه، و يعني نكرم الزمالك كرم حلو كده. وقادرين نعبط الزمالك 5-6 والله، 7-8 يعني ما مش بعيده بالسكواد اللي انت بتقول له ده. لا الاهلي هيبقى مختلف، الاهلي هيبقى حلو، الاهلي هيبقى ممتع. وعندك لعيبه من الموسم الماضي، لا تقدر ان انت تعبط الزمالك. فربنا يكرمنا ان شاء الله ونكسب لنا 5-6 باذن الله.